سلام سلام البنات، جيتكم فيديو جديد، روتين جديد مع الأجواء الممطرة. كما راكم تشاهدوا زيت لكم مقتطفات من هذا الجو الرائع، أكثر من رائع حقيقة. أنا نحب أجواء الشتاء والثلج، خاصة الثلوج. ربي يرزقنا إن شاء الله. عطيتكم وصفة هنا خفيفة ظريفة على السريع، وصفة الكراتان بطاطا. عن بالي كامل راكم صايمين هاد العواشير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وصفة البطاطا، هذه بطاطا يعني اللي ما عندهاش دجاج، ما عندهاش اللحم، ما عندها وش راح دير العشاء حايرة. هذه الوصفة هذه تسلكها يعني في وقفة. نقيت البطاطا، غسلتها وقطعتها بهذا الشكل الدائري، وفي قدرة نحطها ونضيف لها كمية قليلة من الملح باش تطيب يعني ما تجيش صامتة. ما نكثرش الملح لانه من بعد راح نعملوا لها واحد لاباري بالفرماج ولا كريم فريش، يعني باش ما تجيناش مالحه. القليل فقط من الملح وكميه من الماء طبعا. نخليها تطيب 10 دقائق، مدة 10 دقائق نغلق عليها بهذا الشكل ونخليها. وانا كنت عجنت كسرة خميرة، الله الله، عندي مدة ما درتش معاكم روتينات، واليوم قررت اني نصور. لاباري تاعي عملت فيها 2 بيضات، نتوما تنجموا ديروا حتى 3 بيضات، انا هذاك واش كان عندي. شوية تاع لا كريم فريش، تقريبا يعني أقل من كاس، ونضيف لهم فرماج أبيض ولا مثلثات اللي عندكم، اللي متوفر عندكم طبعا. وهنا للأمانة أنا جاتني شوية ثقيلة لاباراي، ما حبيتهاش، ضفت لها فنجان حليب خففتها به، ومن بعد مباشرة سكبتها فوق هذيك البطاطا اللي كنت حطيتها في البيريكس بعد ما دهنته طبعا، وإلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة. ما تاخذش وقت كبير في الطياب لانه البطاطا تقريبا يعني دات وقتها كي غليتها. غير تكمل تحمر بهذا الشكل، ومن فوق اذا عندكم فرماج راح يديروا لها تجي تاخذ لون شباب. كانت هذه الكراطه تاعنا مع كسره خميره والحمد لله. يعني ما تحتاجوا لا دجاج لا لحم لا والو، يعني خاصه في نهايه الشهر كي يكون ما بقى والو. هذه الوصفة تسلككم. وهنا هزيت لكم مقتطفات من الفيديو اللي كنت راح نحطه يعني قبل هذا الفيديو. سبحان الله كل حاجة في مكتوبها، لكن ما تحمليش. يعني لقيته لاحظت انه انا كنت حطيته مازال ما تحطش، درك يتحط البنات. ان شاء الله نلقى منكم التفاعل. دمتم سالمين الى فيديو اخر. ما تنسوش اللايك والتعليق الجميل. مع السلامة.